السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل حواوشي. طبعا الحواوشي من الاكلات اللي كلنا بنحبها والولاد كلهم كمان بيحبوها. النهارده هنعملها بطريقة سهلة جدا وطعمها يعني طعمها وريحتها حكاية. وان شاء الله هتعملوا وهتجربوا الطريقة دي وهتعملوها وان شاء الله تعجبكم جدا. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. انا عندي هنا كيلو من اللحمة دي حمراء، مش يعني ما فيهاش دهون كتير. قعدت عليهم كيلو من البصل، انا عاملاه في الكبه فرماه، وفرمه دي برضو معلقتين كبار قوي من اللي مسيحه عندي، وده فلفل حامي، ده الاختياري، يعني الفلفل ده حامي اختياري، وده فلفل رومي، ده نص كيلو برضو ضرباه في الكبه كده ضربه بس بسيطه كده، يعني مش فرماه مش عصراه، فرمه بسيطه كده. ودي التوابل بتاعتنا اللي احنا هنحطها عليها. التوابل بسيطه جدا. هنعمل ايه؟ التوابل معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من البهارات اللحمه، ومعلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره من جوز الطيب. يعني نعجنهم كويس قوي 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 عشان كل المكونات تندمج مع بعضها زي ما احنا شايفينها كده. بعد كده هنجيب العيش، انا عاملاها بالعيش البلدي بتاعنا. هنجيب العيش وهنقطعه زي ما احنا عاوزين. عاوزه تعمليه زي انا عملته كده، يعني انا مقطعاه كده من النص من فوق زي ما انت شايفه كده، يعني من تحت مش مقطعاه، مقطعه الوش بس، او تقطعيه من فوق زي ما احنا شايفينه كده، او تقطعيه نصين حسب ما انت عاوزه. وبعد كده هناخد قطعه كويسه كده من اللحمه ونفردها في الرغيف. طبعا انت بتحطي يعني كميه مناسبه من اللحمه، ولا بتقللي ولا بتكتري قوي. انا الكميه دي عملت لي 20 رغيف، عملت منها 20 رغيف. يعني شوفوا اللي احنا لو جبناه من بره هيبقى غالي جدا، وطبعا مش مضمون ولا نضيف، مضمون مش ناضفين نظافته خالص ولا اي حاجه، ولا اللحمه حتى. يعني دي اللي احنا هناكلها هتبقى لحمه يعني عامله ازاي. بعد كده احنا جبنا الصاج، هنا عاملاه في صاج، انا عملت صاجين كبار زي ما احنا شايفين، باتن الصاج كويس قوي من تحت بالزيت. وبعد كده بحط الارغفه اللي احنا عملناها، وبعد كده من على الوش بندهنها دهنه كويسه برضو كده من الزيت، عشان هتخليه مقرمش برضو من بره، وفي نفس الوقت يعني الطعم مش، انا مش قادره اقول لكم طبعا طعمه ايه. والله الطعم حكايه هيجنن، ان شاء الله تعملوه هتدعوني. طبعا بندخله الفرن حسب الفرن بتاعي، على 180 على 200 على الشبكة، وبتحطيه. انا هنا بعد ما بيحمر من تحت انا بقلبه على وشه زي ما احنا شايفين كده لحد ما يحمر. ما بشغلش عليه الشواية. ومش قادرة اقول لكم طعمه وريحته بتبقى عاملة ازاي، وهنطلعه وهيبقى مقرمش كده وجميل. لو انتوا بتحبوه طري، بعد ما بيطلع كده من الفرن هتحطيه في حلة فوق بعضيه وتغطيه، هتلاقيه طري وجميل جدا جدا جدا، هيبقى طري قوي قوي معاكي. يعني مش كمان مش هتلاقيه مثلا ان هو هيعرق مثلا وهيبوظ منك، لا، هتلاقيه طري وجميل جدا. لو انت عامل زي مقرمش هتاكلوه بنفس الطريقه دي، مقرمش من بره ومن جوه، يعني مش قادره اقول لك الطعم والريحه عامله ازاي. طبعا احنا عملنا كميه كبيره، يعني 20 رغيف ما شاء الله، الكميه كبيره. والرغيف مش صغير على فكره، احنا من بره بنجيب رغيف صغنن كده، وزي ما قلت لك احنا ولا ضامنين نظافته ولا جودته ولا اي حاجه. بيحط عليه توابل علشان بس تداري الطعم او اللحمه وطعمها، يعني دي انت حاجه ما تضمنها، بضمن ان انت حاطه لحمه كمان. طبعا اتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ومع الف سلامه، كل سنه وانتم طيبين.